أهلا بيكم في قناتي مطبخ شريفة. وصفاتنا بتقدم الطعم الأصيل للمطبخ المصري القديم. النهاردة نقدم الدجاج المحمر في الفرن مع البطاطس وشرايح الليمون والزعتر. مش هتصدقوا الطعم ولا أحلى من كده. معانا 10 قطع من وراك الدجاج متنضفين ومتقطعين بالشكل ده. معانا كمان ربع كوب من زيت الزيتون، نضيف إليه معلقة صغيرة من الثوم المفروم وربع كوب من عصير الليمون، مع معلقة كبيرة من صلصة الطماطم ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. ودلوقتي بقى نضيف الزعتر، سر الطعم والمذاق الجميل. ودلوقتي بقى نضيف نص الخليط اللي عملناه للوراك ونخلطهم كويس ونضعهم في التلاجة لمدة 4 ساعات. ودلوقتي نجيب صينية تانية ونرص شرايح البصل والبطاطس بالشكل ده، وبعد كده نرص الوراك بالشكل الجميل ده، وبعدين نضيف نص الخليط اللي عملناه قبل كده ونوزعه على الوراك بالشكل ده. ودلوقتي بقى جه دور شرايح الليمون والفلفل الأخضر، وده بقى سر الطعم اللذيذ. بعد كده نغلف الصينية بورق الزبدة وورق الألمونيوم بالشكل ده، ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. وبعدين نشيل التغليف ونتركها تحت الشواية لمدة 15 دقيقة، ونجهزها في صينية التقديم وبالهنا والعافية.